السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا هنعمل مع بعض القطايف الجميلة ديت. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد كانت تحفة. كمان هقول لكم على طريقة ممكن نعملها بعجوة برضو بتبقى طعمها حلو قوي. معايا بقى اي نوع مكسرات، معايا زبادي وزبيب وجوز الهند ومعلقتين سكر، بقلبهم في بعض كده. ممكن نحط بندق او اي حاجة بس المتاح عندك. احنا عارفين ان المكسرات بتبقى غالية، بس دي كانت حلوة برضو. هنبتدي بقى نعبي هنا القطايف مع بعض. يلا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله. وقولي لي ايه رأيك كده في التعليقات. وهنعمل مع بعض الكنافة اللي هي الرش ديت، برضو جميلة قوي. وخليكم معايا في الفيديو للآخر. كان عندي عجوة كده حتة كان عندي في الفريزر فطلعتها، قلت اعمل بيها. كنت اول مرة اجرب القطايف بالعجوة، لقيتها بجد كانت حلوة. هي بتبقى تقيلة شوية بس كانت حلوة. معايا بقى الكنافة هي الرش ديت. لو حد بيعملها في الصينية زي الكنافة العادية برضو يقولي حلوة ولا لا، بس انا ما جربتهاش بصراحة. انا كل اللي جربته ان انا بعملها بسمنة كده واسخنها على النار بجد، ونرش عليها سكر ومكسرات، بتبقى جميلة جدا وبتبقى خفيفة عن السمنة اللي هي في الصينية اللي بنعملها طبعا العادية ديت. فانا كنت نفسي اعملها اللي هي الطريقه اللي في الصينيه زي الكنافه التانية، بس مش عارفه، حاسه اللي هي تبقى تقيله. اللي عملها يقول لي كده في التعليقات بتبقى حلوه ولا لا. اللي هي الكنافه الوش البلدي دي بتبقى حلوه في الصينيه ولا لا. تمام. هنا حطيت السمنه، فانا حسيت السمنه كان كتير فزودت كنافه تاني. فضلت بقى اقلبها على النار كده، ما تسيبهاش عشان ما تنشفش، عشان بتنشف بسرعه. تفضلي ايدك فيها كده وتقلبيها. خلاص بجد كان بتبقى احلى من المخروطه بجد، يعني بتبقى طريه وحلوه. المخروطه بتبقى تخينه شويه، دي بتبقى رفيعه، بتبقى طعمها حلو قوي. خلاص كده هي خلصت وسهله وسريعه معايا. ممكن تحطها في الفريزر تعملها في اي وقت، تسيبيها تفك وتسخنيها، تبقى بجد حلوه قوي. ما بتحطهاش في الفرن عشان ما تنشفش انت، عشان ما تنشفش منك، فانت بتقلبيها على النار كده من فوق. خلاص كده بقى ابتدي احط السكر من فوق، احط المكسرات بتاعتي. لازم نحط لها سكر بودر عشان مينفعش السكر الحبيبات. بس بجد كانت حلوة قوي، يعني لما بقيت اعملها ما بطلتش اعملها لان بجد كان طعمها حلو وخفيفة في الصيام. يعني في الصيام ده بعد الفطار بتبقى عايزة حاجة خفيفة. وعملت القطايف. بص القطايف شكلها تحفة بجد. انا بعمل عجينة القطايف بس بصراحة يعني انا استسهلت وقلت اجيب ايه جاهزة. لو حابين اعمل لكم العجينة برضو هعملها معاكم، بس ما نزلتهاش في القناة، بس عملتها كذا مرة. العجينة بتاعة القطايف بجد بتبقى برضو ناجحة وحلوة قوي. يلا متنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة. هوريكم القطايف بجد كانت حلوة ديت. اللي بالعجوة، بص اللي بالعجوة كانت جميلة جدا. ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة، وهنعمل حاجات العيد بإذن الله. ان شاء الله تبقى ناجحة بإذن الله مع بعض وبمواصفات مظبوطة جدا. بص انا بدوقها بجد كانت طعمها حلو. بص بقى جميلة كانت، بجد كانت حلوة، تستاهل ان انت تجربيها. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.